قبل ما نبدا هاد الفيديو ضروري نهضر على هادشي اللي وقع البارح. المغرب ضد السنغال، المنتخب المغربي خسر بلنتيات بستة مقابل سبعة. السنغال سجلنا هدف في اخر الدقائق. اداء للاسف ما كانش احسن حاجه، كنا كنتظروا ما هو احسن. السنغال المره الثانيه كتغلبنا في الارض ديالنا وكتحتفل وكتسكت الجمهور ديالنا. صراحه هادشي صعيب. وقت ما نقول صراحة، والموضوع ديال الفيديو ديال اليوم هو عقدة السنغال معانا. المهم قبل ما نبداو متنساش دير لايك واشتراك في القناة. الصراحة طلعولي في راسي، السنغال طلعولي في راسي. شكون كانت العقدة ديالنا قبل؟ العقدة ديالنا قبل كانت اسبانيا. هيدا منتخبات عالمية، دابا منتخبات افريقية بشكل كيجيك واحد الشعور غريب، والمشكلة في الارض ديالك كيغلبوك. كيبقى واحد الشعور غريب بزاف. إلا رجعنا للإحصائيات كنلقاو دائما حنا والسنغال كاين واحد التنافس، يعني متقاربين. من ناحية تصنيف فيفا حنا الأولين هما التانيين، من ناحية المباريات اللي كنواجهوهم دائما كتلقى واحد التوازن، بشكل كنكونو بحال بحال، ولكن في الآخر كيغلبونا بشي طريقة ماشي مزيونة بحال البارح. بيلانتيات، وديك اللاعب السنغال بقى كيسكت في الجمهور كيعملهم هيدايا. صعيبة الصراحة. السنغال خصنا نلقاو لها شي حل ضروري، حيت فاش كيسمعو المغرب كيتبدلو، كيرجع اللعب ديالهم واحد اللعب قاصح. وانتوما اصلا باينة تكون تفرجتو المباراة تكون عرفتو داكشي اللي كنهضر عليه كامل. صراحة لاعبين قاصحين ومنتخب واعر. شوف الصراحة، واخا غلبنا وديك الشي ولكن كيبقى منتخب واعر. كنتمنى له يقدم شي اداء واعر في كأس العالم، يشارك بالكرة الافريقية، حيت يقدر. السنغال شحال هادي اللي كتشارك بالكرة الافريقية في 2018، في جميع آخر، في جميع المنتخبات خرجت من الدور الأول، هي بقت الدور الثاني وخرجت. كتقدم أداء مقبول الصراحة. وهادشي اللي بقى لي نقولكم في هاد الفيديو. عطوني الرأي ديالكم، متنسوش ديروا لايك سبسكرايب. وبالنسبة لعقدة السنغال، واش كتوقعوا أنها باقا غادي تستمر ولا صافي هذا آخر حد لينا؟ ولكن بالرجولة دابا هما في الفينال ديال كأس أفريقيا، راه ما غلبوناش. إلا رجعنا للقانون وداكشي راه ما غلبوناش، باقي الملف كيتراجع. كنستناو كنستناو الفرج بإذن الله. وصافي هادشي اللي بقى لي نقولكم في هاد الفيديو. تهلاو ديروا لايك سبسكرايب. بيس.